لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما واجه أشد البلاء وأشد المصاب، فكان يصبر على ذلك كله حتى يبلغ دين الله تبارك وتعالى، وحتى يكون ناصحا صادقا أمينا لهذه الأمة، قائما بما أرسله الله عز وجل به إلى الناس كافة. فقضى حياته صلى الله عليه وسلم مرشدا وناصحا ومبينا ومحذرا، يبين للناس طريق الهدى والحق الذي يوصلهم إلى مرضات الله وجنته، ويحذرهم من طرق الغواية والضلالة والردى التي تودي بهم إلى سخط الله وعقوبته. واستمر صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وهذا المنوال طول حياته إلى اللحظات الأخيرة التي فارق فيها الدنيا وودع الناس، وهو ينصحهم ويحذرهم ويأمرهم بالخير. فكان من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن أوصاها بحبل الله المتين، وهو الالتزام بالصلاة. فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فصلوات الله وسلامه عليه. وكان من حرصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين للأمة كل شيء. لم يمت صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما وخبرا. حذر الأمة ونبهها وبين لها طريق الحق، حتى إذا التبست عليها الفتن وعظمت وجدت طريق النجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فليس لأحد حجة أن يقول: لا أعرف أين طريق الحق والهدى، فهذا الطريق بين واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، ودين الله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ومن جملة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن بأنواعها وأشكالها ستهجم على هذه الأمة، ستطيش لها عقول وتزلزل لها قلوب، يلتبس فيها الحق بالباطل حتى يصبح الرجل مؤمنا، لكن ما إن يأتي المساء إلا وقد غير ملته كلها، فخرج من الإسلام كله والعياذ بالله بسبب هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم، لا تكاد تجد علما عند الناس بعلم الشريعة، حتى أصبح في بلاد الإسلام من الجهل والخرافة والبدعة ما تشيب له الرؤوس. يوجد من المسلمين بل ربما في بلادنا من لا يجيد الوضوء ولا الصلاة، وربما لا يعرف قراءة الفاتحة، فضلا عن الأحكام الشرعية الأخرى. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. هل نحصي عدد من يقتلون؟ ألسنا نسمع الأخبار صباح مساء؟ لا تكاد تمر عليك نشرة أخبار إلا وسمعت بأعداد غفيرة من المسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى الله المشتكى. ومن تلك الأحاديث ما ذكرته لنا أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كم من إنسان يعيش في هذه الدنيا مستترا بملابسه، لكنه عار من الإيمان ومن الحياء ومن خوف الله، فيبعث يوم القيامة على أسوأ حال، عافانا الله وإياكم من سوء الحال.